السلام عليكم. في إطار استعدادات المملكة المغربية لاحتضان منافسات كأس العالم 2030 من خلال الملف المشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال، سيتم تنفيذ جملة من المشاريع تهم تطوير البنية التحتية الرياضية واللوجستيكية والسياحية من خلال أوراش عملاقة ستغير وجه المغرب في أفق سنة 2030. وبدأت فعلياً أشغال بعض من هذه الأوراش، فيما ستنطلق أشغال الأوراش الأخرى خلال الأشهر القادمة. في هذا الفيديو سنتعرف على هذه المشاريع بكل تفاصيلها. توسعة المطارات لاستقبال المشجعين. تستعد المملكة المغربية لتوسيع مرافق مطاراتها بتكلفة تتجاوز 5 مليارات درهم، وذلك استعداداً لاستقبال 37 مليون مسافر خلال سنة 2030 في إطار الملف المشترك لتنظيم كأس العالم مع كل من إسبانيا والبرتغال. وحسب المعلومات المتوفرة، سيتم تخصيص ميزانية قدرها 1,898 مليون درهم لبناء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا، و305 ملايين درهم لتطوير منطقة T1 و T2 كمنطقة جديدة للوصول بمطار محمد الخامس، بالإضافة إلى تطوير مطار تطوان بتكلفة 61 مليون درهم، وتحسين البنية التحتية لمطار الحسيمة بتكلفة 263 مليون درهم. وفي السياق ذاته، تم تخصيص ميزانية قدرها 1,464 مليون درهم لبناء محطة جوية جديدة بمطار طنجة، و1,688 مليون درهم لتوسيع المحطة الجوية رقم 1 بمطار مراكش، وتحسين المحطة الجوية لمطار أكادير بتكلفة 1,392 مليون درهم. بالإضافة إلى تخصيص 212 مليون درهم لتطوير البنية التحتية المطارية لمطار الداخلة، و278 مليون درهم لمخطط المديرية للشحن الجوي، و4 مليارات و500 مليون درهم لبناء محطة جوية جديدة بمطار محمد الخامس الدولي. تطوير ملعب الرباط. بدأت بشكل فعلي الأشغال بملعب المجمع الرياضي بالرباط بعدما تم إغلاقه في وجه المباريات الوطنية والدولية، ليكون جاهزاً نهاية 2024 في حلة جديدة بسعة إضافية وبمظهر عالمي ومغطى بالكامل. وشرعت الشركات الموكول إليها توسعة الملعب في الأشغال بإزالة الحلبة الخاصة بألعاب القوى، فضلاً عن إضافة مدرج إضافي للمشجعين سيزيد من سعته الاستيعابية لتتجاوز 50,000 مشجع. كما سيشهد ذات الملعب تغييرات جذرية على مستوى المرافق بأجنحة راقية للضيوف وإعادة تهيئة المنصة الشرفية، فضلاً عن مرافق صحية حديثة ومتعددة داخل الملعب وبمحيطه، وولوجيات خاصة ونظام ولوج متطور، فضلاً عن تغطية الملعب بالكامل باستثناء رقعة المستطيل الأخضر. ملعب العاصمة الرباط أحد الملاعب المرشحة لاستضافة مونديال 2030، الذي أضحى محسوماً بشكل شبه نهائي للملف المغربي المشترك، بعدما بات الدعم الأوروبي والإفريقي والأسيوي في صالح الملف الثلاثي. تطوير ملعب طنجة. سيغلق ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة لمدة سنة كاملة لإخضاعه لأشغال هيكلية سترفع من طاقته الاستيعابية الإجمالية. هذا وبدأت خلال شهر يوليوز الماضي أشغال حفر أرضية الملعب بعمق 5 أمتار لزيادة طابق جديد، ما سيرفع سعة الملعب ل90,000 مقعد مرقم. الأشغال ستجعل المدرجات قريبة من أرضية الملعب ليستجيب لمتطلبات الفيفا لاحتضان كأس العالم 2030، كما سيتم تغطيته بالكامل. وأصبحت شركة سونرجز مكلفة بتدبير وتسيير الملعب، الذي سيكون مرشحاً لاحتضان عدة تظاهرات قارية ودولية بينها كأس إفريقيا 2025
وكأس العالم 2030. مشروع سياحي ضخم بين الرباط والدار البيضاء. أطلقت وزارة السياحة دعوة لإبداء الاهتمام لتنفيذ مشروع سياحي استثماري على الساحل الأطلسي بين العاصمة الرباط والدار البيضاء على مساحة تناهز 47 هكتاراً تابعة لأملاك الدولة. وتم اختيار مكان المشروع السياحي على الطريق الوطنية بشرق مشروع بايا بيتش جولف، في حين لم يتم الكشف بعد عن مخصصات هذا المشروع الذي يأتي ضمن خطة الاستثمار السياحي التي تبلغ اعتماداتها 6 مليارات درهم، تم اعتمادها في مارس الماضي، وضمن رزنامة المشاريع المونديالية لتطوير البنيات التحتية الترفيهية والرياضية واللوجستيكية، استعداداً لاحتضان مونديال 2030. وقال مصدر مطلع من وزارة السياحة أن المشروع الجديد الذي سينجز بمدينة بن سليمان سيساهم في تطوير سلسلة سياحية باسم سيتي بريك، أي سياحة المدن، حيث سيتضمن مناطق ترفيهية خاصة بالصغار والكبار، ومناطق للعروض والمهرجانات، وفنادق ومطاعم، بهدف جذب السياح من الداخل والخارج. وأوضح ذات المصدر أن قطاع السياحة في المغرب يساهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب دورا كبيرا في اقتصاد المملكة بالعملات الأجنبية، حيث يتوقع أن ترتفع إيراداته من 91 مليار درهم العام الماضي إلى 120 مليار درهم عام 2026. وطرحت الحكومة المشروع أمام المستثمرين المحليين والعالميين، حيث يمكن التقدم لإنجاز المشروع السياحي الجديد في إطار فردي أو كونسورتيوم من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض، على أن يلتزم المستثمر الفائز بامتلاك 51% على الأقل من أسهم وحقوق التصويت فيها. ويطمح المغرب لتطوير قطاع السياحة من خلال تشجيع الاستثمار الخاص في مختلف المدن، لرفع عدد السياح من 11 مليون عام 2022 إلى 17 مليون ونصف عام 2026 و37 مليون عام 2030، تزامنا مع احتضان محتمل لكأس العالم بالتشارك مع إسبانيا والبرتغال. مشروع القطار السريع بين الدار البيضاء وأكادير. بعد نجاح تجربة القطار السريع الرابط بين طنجة والدار البيضاء الذي تم افتتاحه نهاية سنة 2018، المغرب يسعى إلى توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، ويهدف في وقت أول إلى إنشاء خط يربط بين الدار البيضاء وأكادير ويمر عبر مراكش ضمن المخطط السكك الوطني الذي يروم ربط مراكش وأكادير ومكناس وفاس بالقطار السريع، وربط حوالي 20 مدينة جديدة بالقطار الكلاسيكي في أفق سنة 2040. ويندرج هذا المشروع أيضا ضمن رزنامة المشاريع المونديالية استعدادا لاحتضان مونديال 2030. وأكد وزير النقل واللوجستيك أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمشروع القطار السريع مراكش أكادير، معتبرا إياه مخططا ضخما سيعزز التكامل الجهوي وسيدفع عجلة الاقتصاد. وأضاف أن مشروعا من هذا الحجم يستلزم استثمارا بقيمة 75 مليار درهم. ويسعى العديد من شركاء المغرب للظفر بهذه المناقصة، وأبرز المنافسين العملاق الصيني تشاينا ريلوي كونستراكشن وشركة ألستوم الفرنسية، دون أن ننسى الشركة الكورية الجنوبية هيونداي. لكن تبقى فرنسا والصين هما المرجحان للفوز بهذه المناقصة. هذا وتم تحديد مكتب دراسات فرنسي لإنجاز دراسة تقنية وجيولوجية للخط الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، وتم تحديد مكتب دراسات صيني لإنجاز الدراسات المتعلقة بالخط الرابط بين مراكش وأكادير. هذه بعض من المشاريع الأولى التي أعلن عنها المغرب في إطار تطوير البنيات التحتية في المملكة لتقوية الملف المغربي المشترك لنيل شرف تنظيم كأس العالم 2030، حيث سيتم الإعلان في وقت لاحق عن خطة شاملة لتطوير بقية الملاعب التي ستحتضن كأس العالم،
ومشاريع تهم البنية التحتية الأساسية والسياحية في حال فوز الملف المغربي بحق تنظيم المونديال. فكرة القدم هي بلا شك الرياضة الجماعية الأكثر شعبية في العالم، ولدى الاتحاد الدولي لكرة القدم 211 كياناً رياضياً، مما يجعله أكبر هيئة خاصة في العالم. ومن الواضح أن كرة القدم قد تجاوزت منذ فترة طويلة مفهوم أنها مجرد ممارسة رياضية فحسب، وأصبح تأثيرها السياسي والاقتصادي يتعدى كونها لعبة رياضية، حيث سيكون التأثير الاقتصادي والسياحي والجاذبي للبلد المنظم أكبر خلال الدورات القادمة، التي ستعرف مشاركة 48 منتخباً. فهل سينجح المغرب في إقناع الفيفا هذه المرة؟ وهل سيحقق تنظيم كأس العالم قفزة تنموية للمغرب على غرار البلدان التي نظمت البطولة سابقاً؟ شكراً على المشاهدة. اتركوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.